ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشترك في القناة وحط لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وقبل أي حاجة صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا منزل للبيع. المنزل 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام. يوجد به عداد كهرباء وعداد مية. المنزل في حلوان. سعر المنزل 150,000 جنيه. المنزل بعد مدينة حلوان بنص ساعة. هتركب مترو حلوان، هتنزل محطة حلوان، هتركب عربية الشرفة، هتنزل قرية الشرفة. طبعا المنازل كلها فيها طبعا عندك إمكانية ان انت تدخل الغاز، بس طبعا لازم تقدم عليه لان البيت ده من غير غاز. البيت فيه قلبيه كهرباء وفيه عداد مية وعداد كهرباء، لكن مفهوش غاز. طبعا في قلبيه صرف صحي. طبعا المنطقة فيها تليفونات أرضية لو حابب تشتري المكان وتقدم على تليفون أرضي. ده رقم للتواصل، ده رقم للتواصل لو حبيت ان انت تتفرج على البيت. هتبعت سكرين من البيت على الواتس وصاحب البيت هيكلمك او تتصل بيه على طول. البيت 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام مساحة 100 متر. 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام مساحة 100 متر. البيت بسم الله ما شاء الله حلو. متوضب توضيب طبعا عادي، هو لسه ناقص له توضيب كتير. هو يا دوبك المطبخ زي ما حضراتكم كده شايفين. المنزل كويس، مبني كويس. المنزل 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام مساحة 100 متر. طبعا البيت تشطيب عادي. طبعا ممكن حضرتك لما تاخده هتوضب فيه طبعا اكتر من كده. طبعا كلنا عارفين قرية الشرفة اللي يعرف التبين يا جماعة، منطقة التبين. قرية الشرفة بعد منطقة التبين. لو برضو عارف اي حد عارف منطقة التبين او محطة التبين، من ناحية كورنيش النيل، من بعد مفكو حلوان. وبعد كده نمشي شوية نلاقي محطة التبين وبعد كده قرية الشرفة. ده من ناحية كورنيش النيل. اما من ناحية الاستراد، من ناحية كمين 15 مايو، حضرتك بتنزل المترو، بتنزل من محطة المترو، بتركب عربية الشرفة او قرية الشرفة. طبعا بتعدي على كمين 15 مايو. بينك وبين حلوان 10 كيلو بالميكروباص. 10 كيلو بالميكروباص او نص ساعة بالظبط ان شاء الله. القرية معروفة جدا. القرية يوجد بها كل المدارس، مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي. طبعا الجامعات كلها طبعا في حلوان. القرية طبعا موجود فيها الغاز وموجود فيها العدادات المية والعدادات الكهرباء، وموجود فيها خط التليفونات الارضي. عادي اي حاجة ناقصاك ممكن تقدم عليها، مفيش مشكلة مادام البيت مرخص. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين البيت مرخص، بس البيت متعرش. حضرتك طبعا لما هتاخده هتهد السقف وترمي السقف، تبني السقف مسلح. لكن لو حابب ان تعيش بيه على كده مفيش اي مشكلة. المنزل سعره 150,000 جنيه. 150,000 جنيه مساحة 100 متر. 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام. موجود فيه عداد كهرباء وعداد مية. ولأي تفاصيل زيادة او حضرتك عاوز تعرف اي تفاصيل زيادة عن البيت او عن القرية او عن المكان، طبعا قبل اي شيء لازم تروح تسأل في الوحدة المحلية عن البيت مرخص ولا لأ.
تجيب المحامي بتاعك او طبعا تروح لاي محامي شوف لك البيت مرخص ولا لا، تسأل على البيت في الوحدة المحلية. دي اجراءات يا جماعة عادية جدا، المفروض ان اي حد هيشتري اي عقار لازم يسأل على العقار قبل ما يشتري اي حاجة، لانك طبعا حضرتك بتحط شقاك وبتحط فلوسك، فمش طبعا مش هتحطها في اي مكان وخلاص، لازم تتأكد من المكان اللي حضرتك هتحط فيه فلوسك. طبعا هو بما ان البيت مضمون، طبعا البيت مضمون 100%، لكن اي حد هيشتري اي حاجة لازم يسأل عليها ويتأكد ان الراجل ده او صاحب البيت ده هو صاحبه. تسأل في الوحدة المحلية عن تراخيص المنزل وتسأل عن كل حاجة، جيب محامي يسألك عن كل شيء. وطبعا معاكم قناة منوعات منا ولوكا، واللي حابب يسأل على اي حاجة